صباح الخير. صباح الخير يا جماعه. المفروض ده الفيديو رقم 2، واللي ما شافش الفيديو الاول يروح يشوفه لان الفيديوز كلها مربوطه ببعض. انا ما اعرفش الفيديو الاول ايه اللي حصل فيه، يعني يا رب يكون عدى ال 100 فيو، حتى مش هقول لك ال 1000 فيو، لان هو فعليا هياخد مونتاج مش اقل من يومين. هي الفيديوز كلها بتتصور مع بعض وكلها تبدا بقى تتمنتج. المفروض ان احنا النهارده رايحين نعمل تجربه جديده جدا بالنسبه لي على الرغم ان انا جيت دهب كتير، بس انا عمري ما رحت البلو هول وابو جالوم والبلو لاجون. في منهم واحده هي مقبره الغطاسين دي. في السنوات الأخيرة تم اعتبار البلو هول في دهب واحد من أكثر وجهات الغوص شعبية في العالم كله، وتعرف كمان باسم مقبرة الغواصين بسبب الوفيات المتكررة اللي حصلت فيه بشكل غامض. المفروض الثلاث أماكن دول فيهم واحدة من أجمد شواطئ العالم وواحدة من أجمد النقط اللي ممكن تغطس فيها في العالم. طبعا احنا مش هنغطس النهارده لأن الغطس هناك بيبقى محتاج رخصة دولية، لأن هي أصلا مقبرة الغطاسين. يعني مقبرة الغطاسين يعني اللي بينزل تحت مسافة معينة النفس عنده بيقطع، مش النفس عنده بيقطع، عقله بيبدأ ان هو ما يستقبلش اكسجين وبيموت. فاللي انا فهمته من الحوار ده كله ان اي حد بينزل تحت ارتفاع معين، يعني اللي هو الحد الاقصى، عقله ما بياخدش الاكسجين. فقررنا ننزل من غير اكسجين لان انت النزول محتاج رخصة، فاحنا معناش الرخصة دي، فهننزل من غير اكسجين وخلاص. عامة ده بيبقى حاجة اسمها فري دايفنج، اللي هو انت بتنزل تحت المية بالماسك بتاعك كل حاجة بس من غير اكسجين. فاحنا هنجرب ده. عامة انا النفس بتاعي مش خارج يا جماعة. انا بلعب سباحة والدنيا لذيذة، بس انا يعني على الله حكايتي، انا مش هنزل 10 و20 دقيقة تحت المية، انا مش دولفين، فربنا يستر. لحد ما نروح للبلو هول انا هقول لكم اللي هيحصل النهارده. احنا هنروح البلو هول والبلو لاجون وابو جالوم، هقول لكم الرحله من تحت الارض بقى بتطلع ازاي لحد ما نروح تحت الارض، يعني من اول ما بنتحرك لحد ما بنرجع. تقريبا ما شفتش حد على اليوتيوب عملها، في ناس كتير قوي عاملاها بس ما فيش حد عاملها بالترتيب معين، يعني تلاقيه جاب لك ده بعد كده جاب لك ده بعد كده جاب لك ده، كلها شطات بتتاخد. فانا هحاول ان انا اجيبها لكم برده بشطات، بس هجيبها لكم بالترتيب بقى، يعني ده بيحصل ايه، احنا بنعمل ايه، بنتحرك ازاي، بنوصل ازاي لحد ما ننزل تحت المايه. مش عارف هننزل تحت المايه في الفيديو ده ولا الفيديو الجاي، بس انا هحاول اختصر لكم الكلام وننزل في الفيديو ده. فيلا بينا نروح نجري الاول عشان نفوق كده، لان انا لسه ما فوقتش. انا كل اللي انا عملته ان انا الكيكه اللي انا اكلتها دي والنسكافيه، فانا هفوق كده نقوم نجري سوا على الاقل لو كيلو واحد، وبعد كده نرجع نغير هدومنا عشان ننزل. مش هنكتر عن كيلو عشان اليوم طويل، بس احنا هنحاول نجري على قد ما نقدر برضه. فيلا بينا هنطلع على البحر الاول عشان نشم هوا نضيف، بعد كده نجري. يلا بينا. كده احنا خلصنا فوق الكيلو، بنتكلم في حدود كيلو ونص 2 كيلو في الحدود دي. احنا جامدين قوي. ناوي ان انا اجري حبه قليلين، بس الواضح ان احنا جرينا كتير قوي. عامه يا جماعه دي دهب الساعه 7 الصبح، انت مش محتاج مكان اكتر من ده عشان تبدا اي حاجه. عامه يعني بتصحى بدري، تفطر، تنزل تجري، بس حاجه بسيطه. انا بقى كارف ان انا عندي محاضرات، كارف ان انا عندي كليه، وكارف ان انا عندي فيديوز كتير قوي محتاجه انها تتصور وتتجهز لها، لانه اي فيديو ما بيطلعش باي لك، ده احنا بيطلع عين امنا فيه. والله العظيم. تعالى سلم على لبس، سلم. بصوا يا جماعه كده
الناس طيب، يعني ده كلب قليل الادب. احيانا بقى بيجي لي فكره لو احنا اللي بنعمله ده ما نجحش وما وصلناش من اي حاجه من اللي احنا عايزين نوصل لها، احنا ما عندناش اوبشن تاني. انا حد جربت حياه الشغل في المكتب من الساعه 7 الصبح للساعه 11 بالليل، كان شغلي كسر ال 11 ساعه او 12 ساعه 13 14، وقت كتير قوي. مش حياتي يعني، انا ما عنديش اوبشن. انا كليتي كليه نظري، يعني انا كليتي بندرس بروجرامينج وبندرس بزنس، يعني كلها شغل في شركات ومكاتب، وده مش دماغي، ده مش دماغي. فانا ما عنديش اوبشن، يا هنجح في ده يا خلاص ودعت الملاعب. فهو ما فيش اوبشن يا جماعه. فلو حد عنده سؤال هل التجربه هتنجح ولا لا، احنا ما عندناش اوبشن غير ان التجربه تنجح. هتنجح ازاي بقى؟ هتنجح بيا وبيكم. ازاي بقى ما اعرفش، بس هي هتنجح، يعني انا متاكد انها هتنجح، متاكد ان احنا هنوصل للعالميه كمان وهنلف دول كتير قوي، كتير قوي، مش كتير بس. احنا خلصنا جري ومطلوب مننا دلوقتي ان احنا نروح نشتري شويه حاجات، لان اليوم طويل قوي. احنا بنتحرك من الساعه 9 الصبح، ما بنرجعش تاني غير الساعه 5 تقريبا. فيلا بينا يلا بينا. استنى هوريكم حاجه. سلم. احنا قدامنا وقت قليل نعمل فيه كل حاجه، فربنا معانا بقى. يعني انا هحاول ان انا اجري شويه عشان نلحق ان احنا اصلا نخلص دنيتنا دي كلها، لان المفروض العربيه تيجي بعد 10 دقايق بالظبط. يعني بنحاول نختار اي حاجه بتدينا طاقه، لان اليوم طويل قوي وما بيبقاش في اكل هناك عادل. يعني هو في اكل بس مش كويس. فايه، احنا خدنا التمر ده، هو عامه التمر بيسد في اي وقت. خدنا تمر. نجيب بقى حاجه نشربها كده كده. نجيب، خلينا في العصاير، وواحد مانجا وواحد ميه. يلا سبق كام؟ والله انا ترند بقى بالكلب. عيب عليك. خلاص كله تمام. خلاص ما بيته عشان يطلع الكلب منه، زود عليه 200 جنيه. يا جماعه، اي حد يجي ده يجي المكان ده، اننا بنقول الحاجه الحلوه والوحشه. يا جماعه الماركت ده مش عارف شايفين اسمه ولا لا، بيبيع بنفس الاسعار العاديه اللي موجوده في القاهره، اللي موجوده في اسكندريه، اللي موجوده في منوفيه، في اي حته في الدنيا بيبيع بنفس الاسعار. فلما تيجوا دهب تعالوا عند الراجل الطيب ده. يلا بينا. هنا بقى الكاميرا كانت بتسجل وانا ما اعرفش اصلا انها بتسجل. كنت بحاول اتفادى الولد اللي كان قدامي من شويه ده عشان كسر عليا فجاه، فالكيس وقع وكل حاجه وقعت على الارض زي ما انتم شايفين. كل حاجه وقعت على الارض، ما عادش فيها حاجه سليمه، وانا ما كنتش عارف اصلا ان الكاميرا بتصور. فكويس ان الكاميرا كانت بتصور عشان اللحظه زي دي تتسجل يعني. بس الحمد لله، احيانا حاجه بتفدي حاجه، فانا مش زعلان ودايما بقول الحمد لله. الحاجه اللي احنا اشتريناها وقعت تاني، فالحمد لله. انا واقف المفروض مستني الراجل اللي يجي ياخدنا اللي يودينا البلو هول. هو متاخر لحد الان بتاع مثلا نص ساعه، فده الطبيعي هنا عامه. الدنيا دايما بيبقى فيه تاخيرات في المواعيد فتعودوا يعني، دي حاجه طبيعيه جدا. وهنا كان اخيرا السواق وصل وبدأنا ان احنا نتحرك على اول نقطة، وكانت اول نقطة بالنسبة لنا كانت البلو هول.
المفروض ان احنا وصلنا اول نقطه اللي هي البلو هول، مقبره الغطاسين. و هوريكم حاجه دلوقتي، دي كميه ناس ماتت هنا مش طبيعيه. دول ليهم تذكارات وفي ناس غيرهم كتير ماتوا من غير تذكار. كل دي ناس ماتت بالتواريخ بتاعتها 2004. كل دي اسماء غطاسين ماتوا هنا 2007 1999 2000. في تواريخ كتير قوي ناس ماتت هنا. الناس هنا بتموت ليه؟ الناس هنا بتموت لان هم بيوصلوا لمرحله تحت الميه هنا، بيوصلوا لمرحله ان هم ينزلوا في انفاق تحت الميه، وفي حالتين، يا اما الاكسجين بيخلص معاهم وهم مش واخدين بالهم ودي بتبقى 50-50، وفي ناس تانية بتموت بسبب ان هم بيوصلوا لمرحله من الضغط معينه عقلهم مش قادر يستقبل اكسجين اكتر من كده، او مش قادر يستقبل اكسجين بسبب الضغط اللي داخل عليه. فهم ما بيبقوش حاسين ان العقل مش، يعني العقل بيموت والجسم لسه شغال. فكل الناس دي ماتت يا بطريقتين، يا اما العقل بتاعهم ما استقبلش الاكسجين، يا اما الناس دي ماتت بسبب ان الاكسجين بتاعهم خلص. دول طبعا منهم هنا مثلا ده غطاس روسي، ممكن نلاقي بولندي، ممكن نلاقي ده روسي برضو، ده اسمه فالو، ده اسمه فالو. معلش يا جماعه انا يعني بعرف اقرا روسي بس على قد شويه. ده برضو حد مات سنه 2014. كل دي تذكارات لناس ماتت. لسه في فوق، لسه في فوق، لسه في فوق، لسه في فوق. ده لسه حديث الموت، ميت 2015. مات انت بتعيرنا ولا ايه يا ابو الحاج؟ بقول لك مات يا ابوها. الفكره ان انت عشان تنزل تعمل دايفنج هنا انت لازم يبقى معاك رخصه، وانا للاسف معيش الرخصه دي، فما عنديش غير حل واحد ان انا هنزل سنوركلينج او فري دايفنج. الناس هنا بتنزل سنوركلينج. ايه الفرق بين السنوركلينج والفري دايفنج؟ السنوركلينج انت بتبقى فوق الميه وبتبقى بتبص من النضاره وبتتنفس من العمود اللي طالع ده، لكن الفري دايفنج انت بتكتم نفسك وبتنزل تحت الميه وبتنزل زيك زي اي حد بيدايف عادي، بس الفكره ان انت بتبقى من غير اكسجين. طب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي هنأجر فنس، وكده كده معانا نضاره من الرحله. هننزل الميه فري دايفنج من غير اكسجين، هنكتم نفسنا على قد ما نقدر وندايف زي اي حد عادي، ونحاول ان احنا نفضل في السيف زون. او احنا هنعيش مره واحده، ودي المقوله اللي انا بحب اقولها، بس في حد قال لي مقوله عمري ما انساها. احنا هنعيش مره واحده بس بنعيش كل يوم. يعني احنا ممكن نعيش مره واحده ونموت، بس احنا فعليا بنعيش كل يوم. فاحنا هنتجنن بس في حدود برضو. وكل الناس اللي انتوا شفتوها دي ماتت في الحفره اللي هناك دي. لسه طالع من تحت الميه حالا، وحقيقي الموضوع حلو جدا، وعلى قد ما هو حلو جدا على قد ما هو خطير جدا، لان في سبب نسيت اقول لكم برده الناس بتموت بسببه، ان انت ممكن تخبط في صخره على طول. يعني انا بس لمست صخره راسي من هنا، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، بس دي لمسه، انا مجرد لمستها، انا ما خبطتش فيها. فلا، هو الموضوع على قد ما هو لذيذ وعلى قد ما انت بتشوف حاجات حلوه قوي تحت الميه، على قد ما انت اقل حاجه ممكن توديك في 60 داهيه. في نقطة كمان حابب اقولها لكم، ما تقلقوش في عربية اسعاف هنا عشان لو حد حصل له حاجة. نقطة ثالثة، احنا رايحين على النقطة اللي بعدها اسمها البلو لاجون، دي برضو نقطة بننزل فيها. والنقطة الثالثة الأخيرة أبو جالوم، أجمل شواطئ مصر. أنا ما رحتوش قبل كده، ما رحتش الثلاث حاجات دول قبل كده، فأنا زيكم بتفاجأ وزيكم بوريكم اللي أنا بشوفه. فيلا نتفاجأ سوا. الأماكن دي كلها ممكن تاكل وتشرب فيها، حتى هي اسمها أصلا كافيتيريا. في اكتر من كافيتيريا، وفي هنا مطعم كمان. عشان ابقى حقاني، الحاجه مش الكواليتي اللي انتوا هتحبوه،
وفي نفس الوقت الاسعار مضروبه في 1 أو 2 أو 3. فانت وحظك بقى الاسعار مضروبه في كام حسب الفتره اللي انت جاي فيها وحسب السيزون. ودلوقتي احنا بدأنا نتحرك عشان نروح نركب الزودياك اللي موجود هناك ده. ده اللي هيودينا على الناحيه الثانيه، لان هو انت عندك اوبشنين، يا اما تاخدها هايك من فوق هنا، 5 كيلو، يا اما تركب ده. وكله بيقول اصلا متعه الرحله في الزودياك ده. فاحنا دلوقتي رايحين نركبه وهوريك كل حاجه بتحصل عامه وايه اللي بيحصل، وهل فعلا في احتماليه ان هو يتقلب بيك، في احتماليه ان انت تقع في الميه. هنشوف الحاجات دي كلها. يا جماعه الراجل اللي واقف قاعد ورا ده لما انا كنت بصور جه قال لي ده فلوج على اليوتيوب ومش عارف ايه. ايوه لا حببني في الموضوع. هو الفكره ان ده لسه تقريبا ثالث فلوج او تاني فلوج تاني فلوج لا انا شايف سبورت حلو. انا لسه الحاجات دي ما نزلتش على اليوتيوب اصلا، بس الناس ذات نفسها في الشارع في السوبر ماركت مش عارف ايه لما بيشوفوني بصور، لا الناس بتفرح يعني. ما فيش حد بيرخم، ما فيش حد رخم لحد الان. فانا مبسوط بحاجه زي كده، ومبسوط ان حاجه زي كده بقت بتسبورت في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. لان في ناس كتير قوي بتطلع تخاف انها تعمل محتوى بسبب ان حد هيتريق عليها، حد يقول ايه اللي هو بيعمله ده، ايه اللي هو بيصوره. زي امبارح كنت وانا قاعد باكل لقيت حد بيقول ورايا ده اكيد فود بلوجر وجاي مش عارف يعمل ايه ومش على الرغم والله الاكل كان حلو، وانا قلت الحقيقه ان الاكل كان حلو فعلا. ف في ده وفي ده، بس الاغلبيه فعلا الناس بتساعد والناس فعلا حابه اللي انا بعمله. ايطاليا لسه فيها شغل على نضيف، حطونا في مركب في شوية ورصونا زي الخرفان المدبوحة. خد الشنطة بس. بعد الزودياك نزلنا في مكان، العربيه نزلتنا في مكان غلط، ومفروض ان احنا نقضيها تمشيه لغايه العربيات اللي واقفه بعيد هناك دي. تجربه الزودياك بشكل عام محدش هيقع، محدش هيتعور، محدش هيطير في الجو، مفيش الكلام ده كله. وعايز اقول لكم من امتع الحاجات في الرحله دي هي الزودياك ده. هو ممكن يبقى معاك عيل صغير، ممكن يبقى معاك واحد كبير. على فكره في عيال صغيره مثلا ممكن تلاقيها 3 أو 4 سنين، مش 3 أو 4 سنين، مش اوفر كده. هتلاقي مثلا 8 9 10 11 سنه هو اللي سايق بيك الزودياك، وبيبقى دماغه لاسعه يعني، فانت بتستمتع بالتجربه. فنقضيها تمشيه لغايه هناك، واول ما اوصل هناك اقول لكم اسم المكان اللي انا فيه ده، لان انا اقسم بالله انا ما اعرف. يعني انا واقف في نص الصحراء، المكان ده ما اعرفش اسمه. شوف بقى هناك اسمه ايه، ولا نشوف هنعمل ايه. ثانيه لو انت شفت الميه كده هتحسها عاديه، ولو شفتها كده هتحسها عاديه برضه. بس ثانيه انا هوريكم بقى الميه دي درجه نقائها قد ايه. انا دلوقتي دخلت الميه دي ايدي اهي تحت الميه. الفكره بقى المشكله هنا هي مش مشكله بسيطه، هي مشكله كبيره جدا. ان انت لما بتمد ايدك في الميه هتطلع بدي مثلا، دي كفيله انها تدمر رجلك لو انت دوست عليها، تخليك تقعد في البيت في البيت مش اقل من اسبوعين. يعني انا عايز اوريكم، انا مش فاهم باينه ولا لا، بس دي مدبدبه عامله زي السكين حرفيا. فانت لما تيجي هنا اعمل حسابك ان انت تبقى لابس اللي هو الشوز بتاع الميه، تنزل بالكروكس بقى او تتصرف، لان الميه هنا بجد الصخور هنا مش بتهزر. الصخور هنا كفيله بجد انها تفتح رجلك نصين. وخدها عن تجربه انا ايدي اتفتحت كتير قوي بسبب الصخور دي. بس انت وانت قاعد هنا ما تنساش ان انت معزول عن العالم، مفيش نت، مفيش شبكه، مفيش اي حاجه انت ممكن تقدر توصل لها. انت كل اللي بتلقطه STC، لان اللي هناك دي جبال السعوديه، فدي الحاجه الوحيده اللي انت بتعرف تلقطها. وزي ما انت شفت احنا لسه طالعين من الميه، واديها ريت 6 من 10. يعني في اماكن في مصر احلى بكتير جدا ان احنا ننزل ونشوف فيها سمك ونشوف فيها شعب ونشوف فيها كل حاجه احسن من ابو جالوم. ف نديها ريت مثلا 6 من 10 مش اكتر بجد. هنا بقى اللي اقدر اقول ان الميه هنا مش طبيعيه، الميه هنا خيال.
احنا كده رحنا بلو هول، رحنا ابو جالوم، ورحنا البلو لاجون. احلى واحد فيهم هو البلو لاجون بامانه. المايه كريستاليه، تقدر تنزل مايه عادي، الشط مش صخري زي ما انا وريتكم في الشط اللي فات، والجو حلو. انت بتبقى هنا مثلا على الساعه 4 5 فبتبقى الشمس هديت شويه، انت بتبقى الصبح بتتحرق حرفيا. انا بصور الفيديو ده في نص شهر 10 وبتحرق، يعني انا مش بعيد ان انا لما افك ده الاقي هنا محروق. يا جماعه المايه هنا مش طبيعيه، البلو لاجون يكسب. قبل ما ننزل المايه في حاجه عايز اقولها، ان كل اللي موجود على البحر ده هوريه لكم حالا. كل ده كل ده تقدر ان انت تأجره وتقعد يوم زياده. لو انت طالع الرحله دي بتقول للجايد بتاعك ان انت مش هترجع النهارده وهتأجر واحد من دول تقعد فيه وترجع تاني يوم بكره. طب ايجاراتهم بتبقى ايه؟ بتبقى في حدود ستارت من 500 جنيه، ممكن تلاقي حاجه تقعد فيها فردين عادي جدا. الاسعار طبعا يا جماعه بتختلف حسب السيزون، ممكن تلاقيه مره فجاه مثلا بقى ب 1000 ونص، ومره بقى ب 300 جنيه، مره بقت ب 500، مره بقى ب 600. سو افريج دلوقتي 500 جنيه يعني. تقدر تختار برضو اي واحد من دول. ده بتقعد في يوم كامل بس، وانت قاعد في اليوم الكامل خليك عارف ان انت ما عندكش شبكه، ما عندكش نت، ما عندكش كهرباء، لان كل الحاجه هنا شغاله الواح شمسيه اصلا، ودي ما بيبقاش فيها كهرباء. ولو انت جاي في الشتاء فالجو هيبقى برد قوي عليك، فانت برضو لازم تبقى متقل واخد هدوم وانت جاي، عشان يعني بجد بجد يا جماعه البرد هنا صعب. يعني البرد هنا انتوا مش متخيلين قد ايه صعب. وبرضو ممكن تاخد اللي بعيد دول، ده كفايه رغي بقى كده، يلا ننزل المايه. وبس يبقى احنا كده خلصنا بلو هول، ابو جالوم، بلو لاجون، وما فاضلش بقى غير ان احنا نروح، عشان انا بجد تعبان جدا. اليوم مرهق بطريقه انتوا مش متخيلينها. انت بتتحرك من الصبح بدري، بتمشي كتير، تنزل ميه تنزل ميه تنزل ميه، بتنزل 4 مرات ميه. والمشكله ان انت بتمشي مسافه جوه الميه عشان مثلا تشوف شعاب او تشوف حاجه، فالموضوع ده ذات نفسه مرهق اصلا، ان هو مرهق من مره واحده، تخيل انت بتعمله 3 مرات. فبجد انا مش قادر، انا هموت وانام. فاحط التليفون بره واقوم شويه واصور لكم الرحله واحنا راجعين، وبس كده يعتبر اليوم النهارده خلص. استنى اوريكم حاجه يا جماعه. الدنيا هنا لذيذه، يعني انتوا هتتبسطوا في الرحله، بس هي متعبه. اديها تقييم 6 من 10 زي ما انا قلت، ان احسن شط فيها كان بس شط البلو لاجون اللي انا فيه ده، والتانيين ما عجبونيش قوي. في اماكن ممكن نسنوركلينج فيها ونغطس فيها احسن من هنا بكتير، فهي 6 من 10. بس التجربه حلوه، لو انتوا جايين دهب جربوها يعني، ما تفوتوهاش بجد، تستاهل. وبس كده يومنا النهارده خلص اخيرا. يوم متعب جدا. ويسيب سلوته اي بلوته يا سلوى. لا خلاص مش منظر مستنظر يا سلوى، قلبي صدى وجنظر يا هو المحيط. احنا نزلنا من المراكب خلاص في المينا الصغير اللي هناك ده. ايوه هو ده، هو المينا الصغير ده. ومفروض ان احنا دلوقتي خلاص ماشيين اهو راجعين. هنرجع نعمل ايه؟ هنرجع نركب العربيه ترجعنا الفندق وبس. يبقى كده اليوم اللذيذ ده خلص الحمد لله. وكده تبقى كل حاجه انتهت خلاص. وصلنا لبر النهايه. المفروض ان احنا واقفين دلوقتي مستنيين الاتوبيس اللي هيجي ياخدنا وبس. عاملين ايه يا شباب؟ رجعنا وغيرنا وخدنا شاور، وده مكان الخبطه اللذيذه اللي خدتها من الشعب، رغم ان انا لمستها. بس دلوقتي احنا مطلوب ان احنا نروح ناكل، عشان انا ما اكلتش اي حاجه من الصبح، اقسم بالله انا جعان موت. وفوق ان احنا ناكل، ان احنا نشوف اي حاجه نعملها في البلد دي بالليل، على الرغم ان البلد دي في الليل ما فيهاش اي حاجه تتعمل. اقسم بالله يا جماعه البلد دي ممله جدا بالليل، ويقول لك البلد دي فيها حاجه تتعمل بالليل، ده بيحور عليك. هو ممكن يبقى يوم الخميس بس اللي ممكن تلاقي حاجه تعملها بالليل، او يوم الجمعه، وبتبقى حاجات عاديه جدا اصلا. فمطلوب مننا دلوقتي ان احنا نروح ناكل الاول، بعد كده نشوف هنعمل ايه بالليل عشان ما نروحش ننام، لان انا فعليا هموت وانام، وربنا هموت وانام. فيلا بينا.
كل المغامرة اللي انا قدرت اعملها ان انا اخد البايك واجي اقعد على البحر وبس. ده كل اللي انا قدرت اعمله. طب منظر جميل يا باشا، تعالى اشتغل. طب انت قاعد في البيت ومتشتغلش. بصوا الضلفة عاملة ازاي، سوبر لوكس. انا حقيقي معرفش احنا رايحين فين، والطريق مرعب بطريقة مش طبيعية، وفي حاجة غلط اصلا من بداية اليوم. خلاص ما عادش بيشتغل، مش عارف بقى كده خلاص اتحرق ولا ايه. الاماكن اللي انا قلت لكم عليها ان محدش بيجي هنا اصلا، ان اهل البلد هم اللي بيبقوا عايشين هنا،